حالة ارتياح كبيرة جدا تسيطر على يستروب المدير الفني للنادي الأهلي بعد التأكد من جاهزية زيزو وتريزيجيه لمباراة شبيبة القبائل الجزائري بمشاركة الثنائي في التدريبات بشكل قوي. الأهلي يفقد خدمات محمد عبد الله جناح الفريق الشاب بعد إصابته في التدريبات بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة. إمام عاشور يحاول بكل الطرق أن يظهر في التدريبات بأفضل مستوى ممكن واستعادة ولو جزء بسيط من تألقه قبل الإصابة لإقناع يستروب المدير الفني بمنحه فرصة في المباريات المقبلة. الأهلي يستعيد جميع اللاعبين الدوليين وجاهزية جميع اللاعبين لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري غدا في دوري أبطال أفريقيا. بيراميدز يتوصل لاتفاق نهائي لضم حمدي فتحي لاعب نادي الوكرة القطري ومنتخب مصر للانضمام للفريق مقابل 5 مليون دولار في 5 مواسم. الأهلي يعلن حصوله رسميا على الساعة الكاملة لدخول الجماهير في مواجهة شبيبة القبائل السبت المقبل بدوري أبطال أفريقيا. مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي ينفي ما يتم تداوله حول تقديم إدارة البنك الأهلي أسامة فيصل ومحمود الجزار للأهلي عربون محبة لاحتواء غضبهم بسبب ما حدث مؤخرا من نائب رئيس البنك الأهلي. تعيين الليبي أحمد الشلماني حكما لمباراة الجيش الملكي والأهلي في المغرب يوم 28 نوفمبر المقبل. رغبة تروب الأولى هي التجديد لأليو ديانج، والمدرب تحفظ على فكرة التعاقد مع حامد حمدان مقابل الرحيل أليو ديانج. إمام عاشور جاهز بنسبة كبيرة، سيكون ضمن قائمة الأهلي لمباراة يوم السبت المقبل أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا. شركة القلعة الحمراء تفتح باب التقسيط بدون أي فوائد نهائيا لكتابة اسمك في استاد النادي الأهلي لفترة محددة. منتخب مصر يتراجع مركزين ويصبح في ال 34 عالميا. في بروتوكول لمدة سنتين قادمتين هيتم بين النادي الأهلي ونادي نورتشيلاند الدنماركي إن كل سنة هيسافر 3 مدربين من قطاع الناشئين يقضوا فترة معيشة في الدنمارك، وكل تكاليف المدربين والإقامة هتكون على النادي الدنماركي. هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة يميل بشكل كبير لإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني حال فشله في قيادة المنتخب للوصول لنصف نهائي كأس الأمم على الأقل. وبكده تكون انتهت أخبارنا، وما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.